يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه جدا وطعمها خطير، واحلى حاجه ان الاكله دي ما بتاخدش وقت وبتتعمل في ثواني. اول حاجه هجيب الحله وهنزل فيها بحوالي 3 معالق من الزيت، وبعد كده هنزل ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات، وهبدا ان انا اشوحها لحد ما تدبل شويه. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الشعريه، وهستمر في التقليب لحد ما نوصل للون الذهبي. الاكله دي حلوه قوي. لو جنبها طبق سلطه كده، جنبها طبق بتنجان بالدقه، طماطم بالدقه، جنبها مثلا بيض، بتبقى بجد طعمها حلو قوي، من الاكلات اللي فعلا بتفتح النفس. جبت كمان كوبايه من الرز وعليها نص كوبايه من العدس الاصفر، هغسلهم كويس جدا وبعد كده هحطهم على الشعريه والبصل بعد ما وصلنا للون اللي انتوا شايفينه ده. هقلب الرز بالشعريه بالعدس بالبصل كله كده مع بعضه، اديله تشويحه، وبعد كده هنزل بالبهارات، وهنزل في الاخر خالص بالميه المغليه. البهارات اللي هستخدمها هستخدم الملح، وهستخدم كمون، وهستخدم كمان كركم، حاجه بسيطه كده من الكركم علشان بس اللون بتاع الكشري يكون اصفر معانا. ونديهم بقى تشويحه كده مع الرز وكل حاجه، وفي الاخر خالص هنضيف الميه المغليه. لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. طبعا الكشري بنعمله معاملة الرز عادي، يعني مش بنضيف مية زيادة. هو المقدار اللي احنا بنحطه، يعني انا استخدمت كوباية واحدة من الرز، فضفت عليها حوالي كوباية ونص من المية. تمام، هسيبه بقى على النار يغلي شوية، وبعد كده هوطي عليه يستوي على نار هادية. وده الكشري بعد ما خلصناه، لونه حلو قوي. عملت جنبه شرايح كده من البيض، كان طعمه خطير. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.